اهلا بيكم يا احلى متابعين في الدنيا. قبل ما نبدأ نصلي على النبي، ويا ريت لو مش مشترك في القناة تشترك لان هيوصلك كل الملخصات الجديدة. بيبدأ الفيلم بإعلان عن أحدث سيارة في العالم، بتشتغل بنظام أمان متطور عالي جدا لدرجة إن من الصعب سرقتها، والإزاز بتاعها مصمم ضد الرصاص، وبتشتغل بالذكاء الاصطناعي للتحكم في كل حاجة في العربية عن بعد. وفي الوقت ده بنشوف واحدة وابنها راكبين العربية الجبارة دي، وبتكون اسمها جين وابنها ماك، وبتبقى سايقة العربية ورايحة عند مامتها. وهي في الطريق بتكلم جوزها علشان يروح لها على هناك، لكن بيعتذر لها علشان عنده شغل، وبيقول لها تخلي بالها على الولد وعلى نفسها. وفجأة بتدوس على زرار بيعرفها أوزان اللي راكبين في العربية، وبتبقى مذهولة من اللي هي شايفاه. وبتوصل عند محطة بنزين وبتنزل تشتري شوية حاجات، وبتدخل ابنها الحمام، وبترجع تجيب حاجات لابنها ماك. وهي جوه بتشوف واحد واقف جنب عربيتها وبيحاول يفتحها، فطلعت التليفون بسرعة وشغلت نظام الأمان اللي في البرنامج اللي على التليفون. فبيخاف الحرامي وبيبعد عن العربية. وبعدها بتبص جين على ابنها مش بتلاقيه، فبتطلع تجري بره زي المجنونة تدور عليه، وبتتفاجئ انه شايط 3 بنات وقاعد معاهم. امال لما يكبر هيعمل ايه؟ فبتاخده معاه وبيركبوا العربية علشان تمشي من المكان ده. وشغلت نظام عدم الازعاج، وده بيخليها ما بتحسش باي دوشه بره، وبتكمل الطريق وبتكون مش مبسوطه لان المسافه طويله جدا. فبتتصل على صاحبتها من النظام اللي في العربيه، وبتكون كانها قدامها، وبتفضل تتكلم معاها علشان تضيع الوقت وما بتحسش بالطريق. وبتعرف جين بالصدفة من صاحبتها إن جوزها قاعد في نفس الفندق اللي هي قاعدة فيه، فبتشك إن جوزها بيخونها. وفي الوقت ده بتوصل لبيت مامتها لكن مش بتنزل من العربية لأن الشك بيكون هيموتها. فبتتصل على جوزها لكن مش بيرد عليها، وساعتها بتقرر إن هي تروح للفندق علشان تتأكد من خيانة جوزها ليها. وبدأت تشغل نظام العربية على الفندق اللي هي رايحاه، وبيكون الفندق في مدينة لوس أنجلوس، والمسافة بتكون طويلة جدا. فبتضطر إن هي تسوق العربية بسرعة 200 كيلو في الساعة. وفجأة بتعرف من الذكاء الاصطناعي اللي في العربية إن في حادثة على الطريق، وبيعرفها على الطريق البديل اللي هتمشي فيه، بس بيكون الطريق مهجور وفي غاية الخطورة. فبتقرر جيني إنها تغامر وتمشي فيه. وهي في الطريق بيدخل الليل عليها وبيكون ضلمة جدا لدرجة إنها بتكون مش شايفة أي حاجة قدامها. وفجأة بتلاقي محطة كهرباء في الطريق، وبتكون عايزة تنزل عندها لكن بتخاف من المكان وبتمشي. وهي ماشية بتظهر لها غزالة فجأة وبتخبطها جين وبتنزل تحت العربية، وساعتها بيعيط ابنها من الخضة. فبتضطر تديله التليفون بتاعها علشان يسهى فيه، وبتنزل من العربية علشان تشوف ايه اللي حصل. فبتلاقي الغزالة محشورة تحت العربية، ومن المستحيل ان العربية تقدر تتحرك من مكانها. وساعتها بتنهار جين وبتكون مش عارفة تتصرف ازاي. وفجأة بيفتح ابنها البرنامج اللي على التليفون بالغلط، وبيشغل نظام الامان اللي في العربية، وساعتها بتقفل العربية ومن الصعب ان اي حد يفتحها. فبتروح جين بسرعة للعربية لما سمعت صوت الانذار، وفضلت تحاول تفتح الازاز والباب لكن مفيش فايدة. فراحت تجري على ابنها تكلمه من ورا الازاز، وفضلت تحاول تفهمه ان يفتح العربية من نظام التشغيل، بس الولد بيكون مش فاهم اي حاجة وبيقع التليفون من ايده في الدواسة. فبتفقد جين اخر امل ليها، وساعتها بتقرر ان تجيب حجر وتكسر بيه الازاز. وبعد المحاولات الكتير بتفشل ان هي تفتح العربية لانها متطورة جدا وضد الكسر. فبترجع لمحطة الكهرباء على امل ان هي تلاقي اي مساعدة، فبتلاقي البوابة بتاعتها مقفولة، فبتطلع وبتنط من فوقيها وبتقع على الارض، وبتقوم تدخل جوه وبتلاقي تليفون وبتحاول تتصل على اي حد يساعدها لكن بتلاقيه مفيش حراره. فبتتعصب جين وبتكون حزينه جدا، وبتبص قدامها وبتلاقي كشاف ومفتاح كبير وبتاخدهم معاها. وهي طالعه بتشوف حاجه جايه عليها من بعيد، فبتخاف وبتاخد بعضها وبتجري عند العربيه. فبتتفاجئ انه كلب متوحش وجاي يهجم عليها، فبتطلع تستخبى فوق العربيه، وبتحاول تخوفه بالمفتاح اللي معاه علشان يسيبها ويبعد عنها. وبعد محاولات كتير بيهرب الكلب ومش عارف هو بيكون راح فين. وبتبص على ابنها وبتلاقيه في حالة مش طبيعية ومش عارف ياخد نفسه، فبتحاول تلعبه من ورا الازاز لغاية لما بيهدى وبينام. وبتفضل جين تفكر انها ازاي تفتح العربية لغاية لما بتروح في النوم. وبيطلع النهار وبتروح بسرعة تطمن على ابنها من ورا الازاز لانها بتكون خايفة علينا ان الاكسجين بيقل في العربية، وكمان ماكلش ولا شرب، وللاسف بتكون مش عارفة تعمل له اي حاجة. وفجأة بتشوف درجة الحرارة بتزيد جوه العربية، فبتبص حواليها على امل انها تلاقي اي حد يساعدها لكن المكان بيكون مقطوع. فبتقرر في الوقت ده انها تسيب ابنها في العربية وتمشي في الطريق، وبتكون درجة الحرارة عالية جدا، بس بتعافر على امل انها تلاقي اي مساعدة علشان تقدر تنقذ ابنها بيها. ومن كرم ربنا عليها بتلاقي مية في الطريق وبتشرب منها. وبعدها بتكمل في طريقها لغاية لما بتوصل لمطار مهجور ومفيهوش غير طيارة واحدة وبتكون قديمة. فبتدخل جين الطيارة تدور فيها وبتلاقي جيركن فاضي وولاعة، فبتنزل الكاوتش بتاع الطيارة بره وبتولع فيه على امل ان اي حد يشوف النار ويجي ينقذها. وبعدها بتروح تملى الجيركن مية وبتاخده معاها عند العربية. ولما بتوصل بتبص على ابنها علشان تطمن عليه، بس بتلاقيه في حالة خطرة
لأن درجة الحرارة جوه العربية ارتفعت جدا، وفضلت تخبط على ازاز العربية على امل ان ابنها يصحى، لكن مفيش فايدة. فبتبص جوه بتلاقي درجة الحرارة في ارتفاع مستمر، فبتاخد جيركن المية وبتطلع فوق العربية تفضيها عليها على امل ان درجة الحرارة تنزل، لكن مفيش فايدة. وبتقعد جين تعيط لانها خايفة على ابنها، وبعدها بتقوم تكسر في العربية بالمفتاح اللي معاها، بس كل محاولاتها بدون اي نتيجة. وساعتها بتحس جين بالاحباط وبتفضل تصرخ، وبتحاول جين تعمل حريق جنب العربية على امل ان العربية تفتح الازاز بتاعها، لكن بتكون محاولة فاشلة. وساعتها بتقف مراوح التبريد علشان ما تدخلش دخان جوه العربية، وده بيخلي درجة الحرارة تزيد اكتر جواها. فبتتعصب جين وبتنهار لانها فشلت في كل الطرق. وفجأة بيظهر لها الكلب من تاني، فبتهرب جين منه بسرعة وبتنزل تحت العربية، فبيهجم عليها وبيفضل يشدها من رجلها، لكنها بتقاومه بكل شجاعة، وبتفضل مستخبية تحت العربية على امل ان الكلب يسيبها ويمشي. وفعلا بيزهق الكلب وبيروح ياكل في الغزالة ويشدها من تحت العربية. فبتحس جين ان العربية بتتحرك، فبتطلع من تحتها بسرعة، وبتحاول جين تصد العربية بكل قوتها، لأن العربية في مكان عالي ولو سابتها هتقع من فوق الجبل. ومن حسن الحظ بيكون في حجر في الأرض وقف كاوتش العربية. وبعدها بتقعد جين تفكر ازاي تنقذ ابنها من جوه العربية، فبتيجي فكرة في دماغها بس بتكون في غاية الخطورة، وبدأت في تنفيذ فكرتها المجنونة. فبتروح تاخد المفتاح علشان تكسر الحجر اللي تحت كاوتش العربية، وفعلا بينكسر، وبدأت تزق العربية بكل قوتها لغاية لما وصلتها على حافة الجبل. وبتبص على ابنها وهي حزينة كأنها بتودعه، وبتنزل العربية من فوق ارتفاع عالي جدا. وبتكون جين خايفة ومرعوبة على ابنها علشان ممكن يموت في أي لحظة وهي هتكون السبب في موته. وفي الوقت ده بيحس الذكاء الاصطناعي بهبوط العربية، فبيشغل نظام الصدمات، وده بيحمي كل الموجودين جواها، وكمان العربية ما بيحصلهاش حاجة. وساعتها بيتعطل نظام الأمان بتاع العربية، وأخيرا الأبواب بتاعتها بتتفتح، وبتنزل جين على الجبل بسرعة، وبتتفاجئ إن العربية سليمة وما حصلهاش أي حاجة. فبتفتح الباب وبتطلع ابنها بسرعة، وبتقلعه كل الهدوم اللي عليه، بس بيكون درجة حرارته عالية ومش قادر ياخد نفسه. فبتقرر إن هي تاخده وتركب العربية علشان تروح لأقرب مستشفى. وبدأت جين تشغل نظام الدفع الرباعي علشان تقدر تمشي وسط الصخور، وبتكون العربية مصممة إن هي تستحمل أي صدمات. أكيد نفسك دلوقتي يكون عندك عربية زي دي. وبتوصل جين على أول الطريق بعد معاناة شديدة، وأخيرا بيوصلوا للمستشفى. وبتكون جين خايفة إن ابنها يموت، لكن بيفوق وبينادى عليها، وبتكون مش مصدقة إن ابنها بقى كويس. وبيخلص فيلمنا. أشوفكم في فيلم جديد.